السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم المهندس مصطفى من مشاتي الحياة. احنا دلوقتي بنتمم على نخل مبشر عندنا من مشاتي الحياة. بسم الله ما شاء الله. هنا النخل ده مزروع بقاله سنتين دلوقتي في قلب الأرض. 25 نخلة بسم الله ما شاء الله، كلهم مبشرين مطلعين بكوز، والاتنين والتلاتة والأربعة. بس المشكلة هنا ايه؟ هنا جه الجماعة هنا جابوا عامل تلقيح. لقح لهم أول حاجة بدكار من على جسر ترعة. تاني حاجة بص عامل لي الدكار لفين؟ لفوق. واحنا في التلقيح لازم يبقى اتجاه الدكار العكس كده. لازم يبقى اتجاه الدكار عكس اتجاه السباطة بتاعت النخل، عشان حبوب اللقاح طول ما النخلة تطلع، طول ما الكوز بيكبر، طول ما اللقاح بيفرط ويعمل لي عملية تلقيح للنخيل. طب هنا في نسبة شيس، يعني حاجة زي دي كده فيها نسبة شيس. طب نسبة الشيس دي من ايه؟ عشان زي ما قلنا تلقيح غلط. ما ينفعش يا جماعة نلقح تلقيح غلط. لازم نجيب حد مختص يلقح لنا النخل عشان ما يضيعش علينا الانتاج. حرام نبقى نخله زي دي كده بسم الله ما شاء الله هتجيب لي انتاج وفير السنه دي ويحصل فيها المشكله دي. بس كده، لو حد عنده اي استفسار يقدر يكتب لنا في الكومنتات او يبعت لنا على رسائل الصفحه. ولو حد عنده اي نخل بشر ممكن يكلمنا دلوقتي، واحنا باذن الله هنقول له تتم عمليه التلقيح معاه ازاي، ونوفر له حبوب اللقاح لو لزم الامر. استنونا في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.